المحزم للحرب من صغره، وين المحزم للحرب من صغره، وين اللي ما وين المحزم للحرب من صغره، وين المحزم للحرب من صغره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخوتي وأحبتي. تحية خاصة إلى هذا البطل المحترم الضابط العسكري اللي هو جائز كثير من الناس ما يقبلون عليه بهذا الكلام، يطلعون يجوز يطلعون وهابي، يطلعون غير من مسيخي هندوسي. والله نعمة ذا مسيخي وهندوسي نعمة. عاد نحن نقيم دين جديد بلكة تنحصل منه خمس زكاة، حصل من هاي الوادم. المهم، فالمشكلة مشكلة هذا الضابط جاي زاير وجاي لازم نرقيلته ويدخن. أولا كونوا زينا علينا ولا تكونوا شينا علينا. أهل البيت يقولون أنتم تطلعون صلاة لكم. ذاك اليوم واحد يتوضأ هاي يسمونها البيشة، ما أدري والله ما يسمونها، هاي رخيصة الطينة اللي يطلعون من عندها الزوار وتشوف. هسه أنا هم راح أعرض شوية بعد، أعرض أحد الفيديوهات. ويتوضأ خلاص ووجه النساء على أساس متدين، على أساس جاء يعني قدومه إلى الإمام مرقد الإمام الحسين سلام الله عليه حتى يحصل إلى الطاعة وإلى محبة أهل البيت ويحصل شفاعتهم يوم القيامة. يا أخي والله العظيم فشله، والله فشلتونا قدام العالم حقيقة. والله ألف تحية واحترام إلى هذا الضابط وإلى جنوده البطل. يجي زاير، يجي لبيتي، أنا بيتي صاير على الشارع، يجي للبيت يطلب من عندي نارقيله ويطلب من عندي نت، وانا جاي اوفر لك الخبزه واوفر لك الحمام واغسل ملابسك وكذا وارتب حالك. تجي انت تشرط علي وتاخذني بالليل للكوفي. يا كوفي ملتي، انت صلي انت، خلنا اشوفك تحط لك تربه، تحط لك سجاده، تشتف، تسبي، بس خلنا اشوفك مالك يشهد الله شهاده. كيفيه الصلاه ما اهتم لها إلي، أنه أنت إنسان قدام تصلي. أنا أشوف واحد مسيحي ذن الصلوات مالتهم يشهد الله شهادة، أقول هذه عبادة لله سبحانه وتعالى، ما له علاقة بدي يشتف ولا له علاقة بدي يسب لي. أهم شيء أنه أنت ترضى الله سبحانه وتعالى وتكون عابد له. خوش أنت جاي لك منك لي جاي نرقيلتك وحاطها بظهرك وتنرقل وحاط اسم فلانة. أهل البيت يقولون كونوا زينا علينا ولا تكونوا شينا علينا. هذه قضية مو قضية زاير، هذه قضية واحد طالع جاي عنده سفرة ونارقيلته وهو وجقايره وصلاة ما يصلي وملابسه، أو يدور وين المكان اللي بيه أكلة زينة. سودة بوجوهكم، والله فشلتونا، بينما بين الله فشلتونا. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى أبي الفضل العباس وعلى أبيك وجدك. حقيقة أنه من قطع رأس الحسين سلام الله عليه وشخص واحد، لكن اليوم نحن 1000 مليون بليون احنا نقطع برأس الحسين، يوميا نقطع رأس الحسين بهذه التصرفات الشنيعة. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا على أفضل حال بحق محمد وآل محمد. لا تنسونا بأفضل الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.